ده النادي الاهلي بطل افريقيا، وده نادي الالومنيوم، نادي بيلعب في درجه ادنى من الدوري الممتاز. وده محمد هاني اللي جاب الهدف بتاع الفوز للنادي الاهلي، واللي طبعا دار على اللي هو عمله خلال الماتش، ومش بتكلم فنيا على فكره. بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا وسلم على الشفافيه وفيكم. ما تنساش ابدا ابدا الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. وخلينا بقى نتكلم في حلقه النهارده عن رد فعل على اللي حصل في الماتش بتاع الاهلي والالومنيوم في دور ال 32 من كاس مصر الموسم ده. في البدايه كده عشان نكونوا صريحين وواضحين مع بعض، ماتش زي الزفت. ليه انا ضيع 90 دقيقه من حياتي اليوميه واتفرج على هذا العك الكروي؟ منهم 45 دقيقه فريق راكن الاتوبيس والفريق الثاني ما بيحاولش من اساسه وكان في استهتار كبير منه، ومنهم 45 دقيقة تانيين كان في استهتار أكتر وأكتر، وبرضه الفريق التاني راكن في الأتوبيس وما بيتحركش من مكانه. علشان نتكلم بكل صراحة وبكل وضوح، مارسيل كولر بدأ الماتش ده بطريقة خاطئة تماما. من المعروف في الماتشات بتاعة الكاس في أي دولة في العالم إن الماتشات دي بيتم تجربة فيها لعيبة جديدة في الأدوار البدائية من البطولة، واللي أنا ملاحظه بقالي فترة طويلة إن مفيش ناشئين بيتم تصعيدهم للفريق الأول، وما بيتمش استخدام اي لاعب من الناشئين اللي موجودين في الاعمار السنيه في النادي الاهلي في الفريق الاول. ومن المعروف كمان في الماتشات بتاعه الكاس ان بيتم كمان تجربه اللعيبه اللي موجودين على الدكه لفترات طويله، يمكن واحد منهم يطقطق شويه. لكن اللي حصل النهارده من جانب النادي الاهلي ومن جانب بالذات مارسيل كولر ان مفيش لاعب موجود على ارضيه الملعب النهارده ما كانش في التشكيله الاساسيه للنادي الاهلي، سواء الموسم ده او الموسم اللي فات. يعني كل اللعيبه اللي موجودين في ارضيه الملعب هم لعيبه عتاوله، فقط ينقصهم ان هم تقريبا ما لعبوش بشكل كامل مع بعضيهم قبل كده. واللي اغرب واغرب ان مارسيل كولر اساسا بدا الماتش في خط الوسط بثلاث لعيبه ذو طابع دفاعي. بدا باليو ديانج، بدا بمروان عطيه، بدا كمان بكريم نيدفيد. مفيش ولا لاعب فيهم عنده قدرات هجوميه تغلب القدرات الدفاعيه اللي عنده، وبناء عليه الحته اللي تحت ال 18 اللي هي بتكون همزه الوصل ما بين خط الوسط وخط الهجوم ما كانش موجود فيها لاعب علشان يوصل الكوره بشكل صحيح. وبناء عليه تم تغيير لعيبه من وسط الملعب بخروج طبعا اليو ديانج وخروج كمان مروان عطيه، ونزول مكانهم محمد مجدي قفشه، وسحب لاعب من خط الوسط كده علشان يحطه كمهاجم تاني، وتبقى الطريقه اللي بيلعب بيها الاهلي قدام فريق درجة تانية مع كامل الاحترام ليه 4-1-3-2. ودي أول مرة أشوفها في حياتي النادي الأهلي بيلعب بالطريقة دي. ماتش بعيد كل البعد عن التكتيك، ماتش بعيد كل البعد عن الشغل الفني، ماتش ما فيهوش لاعب أقدر أقول عليه رجل المباراة. ولو إن رجل المباراة طبعا هيبقى عافية هو محمد هاني بسبب إحرازه لهدف الفوز. عموما أهي تجربة، وعموما هو ماتش كاس وعدى، وماتشات الكاس دي والله بتعمل لي قلق كبير جدا، خوفا من ان الفريق اللي بيلعب قصادنا يعمل علينا هجمه مرتده زي ما كان وارد انه يحصل النهارده، يعمل هجمه مرتده يجيب بيها هدف ويركن الاتوبيس زي ما احنا شفنا، ونفضل نهاتي ونلالي مع بعض باقي الماتش. لكن هو طبعا ماتش ما فيهوش فنيات كتير على الاطلاق، زي ما احنا متعودين كده ان الباك بيغطي المكان بتاع الجناح والجناح بتاعنا بيضم لجوه، لكن الكلام ده ما كانش موجود النهارده بشكل كبير، لان بيرسي تاو وكمان رضا سليم كانوا ابعد ما يكون عن مستواهم الفعلي، وبالذات رضا سليم. لو جينا اتكلمنا على بيرسي تاو، فبيرسي تاو لسه راجع من الاصابه، يا دوب كل اللي لعبوا على بعضيهم كده 90 دقيقه بتوع النهارده و35 دقيقه من الماتش اللي فات، فتقدر تقول كده ان بيرسي تاو ما هواش اللاعب الفت الجاهز اللي يقدر يدي لك مستواه الكامل. لكن طبعا رضا سليم جاهز بقاله فتره، بيلعب بقاله فتره، وهو بعيد كل البعد عن مستواه بقاله فتره طويله. لكن في الاول وفي الاخر هو ماتش وعدى علينا، والحمد لله عدت بخير وبسلام، وان شاء الله اللي جاي احسن للنادي الاهلي وهو ماتش بيراميدز. لكن في الاول وفي الاخر برضو زي ما انا بقول لك الماتش ما فيهوش اي شيء على الاطلاق نتكلم فيه ولا نحكي فيه. عموما لو انت الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا لايك متين عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس، ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.